نروح بقى للحالة المهمة جدا، والحالة دي يعني غريبة جدا، وهو الهدف الثالث لفريق نادي الزمالك. انا متأكد ان في ناس كتير مش هتتكلم عنه. الهدف ده عايز اقول لك ان الهدف ده تسلل. تعال نشوف مع بعض كده لحظة لعب الكرة. هتلاقي لعيب نادي الزمالك واقف في وضع التسلل زي ما احنا شايفين مع بعض. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول لصالح لعيب الزمالك. شوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا كان لاعب الزمالك بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هل في التحام ولا لا. اقرب كاميرا جابت اللقطه ديت موضحه جدا ان مفيش اي التحام مع قدم لعيب نادي الزمالك. زي ما احنا شايفين مع بعض، ادي لعيب نادي الزمالك بعد ما لعب الكره هو اللي وقع لوحده من غير اي التحام. هنا بقى الحكم ادى استمرار اللعب. طبعا قرار خطأ من الحكم، كان لازم كمان يدي لعيب نادي الزمالك انذار، لان هنا التمثيل واضح جدا. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي برده في التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا برده كان لعيب الزمالك بيطلب ضربه جزاء. تعال نشوف مع بعض حاجه مهمه جدا. لو قلنا ان هنا في التحام، لو حصل هنا في التحام من المدافع بتاع ارتا سولار مع لعيب نادي الزمالك، لعيب الزمالك هيقع هنا. لكن هنشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الزمالك عدى من الاثنين لعيبه، وبعد كده وقف على القدم بتاعته، وبعد كده فكر ان هو يقع. اصبح ان هنا مفيش التحام، لان لو في التحام كان هيقع، لكن اللاعب عدى. فطبعا دي اول لعبه بتبين ان مفيش التحام ومفيش ضربه جزاء. طيب تكمله اللعبه، هل هنا برضو في التحام ولا لا؟ برضو هنا هو يعني مفيش كره قريبه توضح هل حصل التحام ولا لا، زي ما احنا مش شايفين مع بعض. لكن خلاص يعني الحكم اللي شاف اللعبه ديت اكيد هو اللي هيشوف ان هنا مفيش ضربه جزاء. نروح بقى للحاله المهمه جدا، والحاله دي يعني غريبه جدا، وهو الهدف الثالث لفريق نادي الزمالك. انا متاكد ان في ناس كتير مش هتتكلم عنه. الهدف ده عايز اقول لك ان الهدف ده تسلل. تعال نشوف مع بعض كده لحظه لعب الكره. هتلاقي لعيب نادي الزمالك واقف في وضع التسلل زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا بقى الكره هتروح لحارس المرمى، بس انا عايز اقول لك ان القانون بيقول ان الكره لو راحت لحارس المرمى او جت في العارضه وردت للاعب اللي انا معلم عليه ده، هيبقى الهدف تسلل. هنا طبعا لو في فار كان هيلغي الهدف. تعال نشوف مع بعض. هتلاقي هنا الكرة فعلا راحت لحارس المرمى، وبعد كده ردت لعيب نادي الزمالك اللي كان في وضع تسلل. عايز اقول لك بقى ان النهايه الهدف ده هدف تسلل 100%. وارجع للقانون لو انت مش متاكد، وارجع شوف اهداف كتير جدا اتلغت بنفس الطريقه اللي انا بقول لك عليها دوت. هنا الكوره مجرد ما تروح لحارس المرمى وترجع لعيب نادي الزمالك اللي انا معلم عليه دوت، اصبح ان اللعبه في وضع تسلل. وهنا طبعا لولا ان مفيش فار كان الهدف ده اتلغى.